سي طنطاوي ويا سي رفاعي، جايباكوا هنا ليه؟ كمالة عدد؟ ما شلتوهاش على كتافتكم ووديتوها سوق الجملة ليه؟ انا قلت لهم كده يا خالتي، قلت تعالوا نتصرف اي تصريف. خليل قال لي بلاش عبط. هنشيل حمولة عربية لوري. تشيل ما تشيلش ليه؟ هو عيب صحيح اللي اختشوا ماتوا. انتوا بتتكلموا كده وايديكوا في المية الساقعة كده ليه؟ الحق مش عليكم انتوا، الحق عليا انا، الحق عليا انا. سبت المزرعة لسفتحي وشوية عيال، والغلبان في الموضوع الراجل الطيب اللي معتمد عليا كده اهو. تحطوني في المزنق ده اهو. والعربية ما جاتش ليه؟ ما رحتوش تستعجلوها ليه؟ ولا على رجلكوا نقش الحنة؟ لا دي بقى عملناها استنعمة. كل يوم على الله نروح لمكتب النقل نقول لهم فين العربية اللوري، يقولوا لنا جاية في رجليكم ولا تجيش. ويقصدوا ايه بكده؟ يا إما انشغال يا إما والله أعلم الراجل المعلم بتاع شبرا وزهم علشان ما ادنالوش البرقوق بالسعر اللي هو عايزه. يعني بيعاندنا؟ أنا بقول كده والله أعلم. طب معلش، الحق عليا انا، ارجع اقول الحق عليا انا. انتوا ناس بتاكلوا في قتة محلولة، قلبكم مش على حد. ناسين ان ده اكل عيشكوا زي ما هو اكل عيشنا، وفي الاخر هيقع على دماغكوا قبل ما هيقع على دماغنا. ما هو لما كل حاجة تخسر هجيب لكم فلوس منين؟ يا خالتي بس يا وادي انت مش عايزة كلام كتير. يلا اجري اجري، جيبوا اي حاجة، تريسيكلات، حمير، بغال، اي بلا ازرق يشيل البرقوق. يلا هنبيعه باي سعر. يلا يا اولاد. حاضر. اسمعوا، نعم. مش عايزة حد يجيب سيرة لمحمود بيه، مش عايزة اضايقه، كفاية شغله. فاهمين؟ فاهمين. شايفه المكتب منور ازاي يا راجية هانم؟ منور بيك يا استاذ كريم. اهو كده الوضع الطبيعي، مش يبقى مكتب اخوكي مفتوح وتشتغلي بره. والله يا استاذ كريم انا ما كنتش عايزه اجي هنا خالص. مش عشان العمله اللي عملها محمود بيه دي؟ مش بس كده، تصور هي اللي اقترحت ان انا اجي اشتغل هنا، ومحمود قال لها ايوه. لو كنا جاهله كنا قلنا دي عامله له عمل. على رايك حاجه غريبه جدا، بقى محمود الشخصيه العظيمه دي يقع واقع زي دي وتسيطر هي على الموقف. شوف يا راجية هانم، ارجع واقول لك لا يصح الا الصحيح، والوضع ده مش سليم ابدا، عشان كده محكوم عليه بالفشل سواء طالت المده او قصرت. انا برضو رايي كده. ده انا سامع انها مستغلاه استغلال فظيع. كفايه انها جايبه اهلها كلهم عنده في المزرعه، جيش جرار. يا عيني يا محمود، الله يكون في عونك. تصدق يا استاذ كريم كانت جايه لنا لابسه ساعه باسوره الماظ ما يقلش ثمنها عن 8000 جنيه. الفلاحه دي لابسه ساعه ب 8000 جنيه. عايز اكتر من كده استغلال. عشان كده محمود بيه لما هيفوق هيطلع القديم والجديد. المهم يرميها في داهيه وخلاص. على رايك. كريم. محمود بيه. كريم انا ماشي، مش عايز مني حاجه. عايز سلامتك. يا راجل، ها، ايه اخبار الشغل؟ كويس قوي.